ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله تعتبر اخر محاضرة في الاروماتية. المحاضرة اللي جاي مفيش شرح جديد خالص، هو يا دوبك بس هجمع افكار على الاروماتية كلها او افكار انا اجلتها عشان ما يحصلش لخبطة بس. ودي يعتبر نهاية الاروماتية، ودي اصلا تعتبر اهم محاضرة في سنة اولى كلها عموما، لان الجزء ده اللي هو في الاروماتية سواء توجه ارسو او بارا او امتى الحلقة اكتيفيتنج او دي اكتيفيتنج، دي مكملة السنين اللي جاية دي كلها. فلازم نبني اساس قوي في المحاضره دي، وانا اتعمدت اشرح فيها جزء هو ممكن يكون مش علينا في المقرر، بس ده لازم ده هيفهمك حاجات كتير. فنبدا المحاضره. اولا بدات اول حاجه بمخططين اجلتهم من المحاضره اللي فاتت عشان ما كنتش ازود الحفظ، فدولت مخططين يا دوبك اللي ناقصين فاضلين عندنا في التفاعلات. تعالوا نشوف المخططين مع بعض. اول حاجه تفاعل مين؟ جايب حاله بنزين او سلفونيك اسيد فعلا مثلا مع الكي سي ان. كل التفاعلات اللي جايه دي بتتم بنظام نيوكليو فيليك. يبقى دي اول ملحوظه تاخد بالك منها، ليه نيوكلوفيليك؟ لان باختصار التفاعلات دي قايمه على ان الجزء، انا دلوقتي الريجنت بتاعي جزء موجب جزء سالب، يعني الكي هنا موجب والسي ان هنا سالب. الفكره كلها ان الجزء السالب هو اللي هيحل محل مجموعه الاس او 3 اتش، فدخلت هنا مثلا السي ان، الان او اتش فدخلت الاو اتش. يبقى دي اول ملحوظه تاخد بالك منها، ان ده تفاعل نيوكلوفيليك. مثلا مع ال NH2 اداني الانيلين، مع ال NNO2 اداني النيتروبنزين. اختزال الحلقة دي عن طريق دايل HCl يديني بنزين. لو فعلتها مثلا مع صوديوم ميثوكسيد هيدخل مجموعة ال OCH3. وهنا عايز اقول حاجة، احنا خدنا المحاضرة اللي فاتت اختزال المجموعات، بس مجموعة او الانيزول عموما او الميثوكسي بنزين احنا ما خدناش ده. لو عايز احوله لبنزين ازاي؟ هقول لك وسجلها عندك. ده بيتم بخطوتين. خطوة رقم واحد، إن أنا مثلا أفعلها مع HI أو HCl. سواء HI أو HCl هينتج عنه فينول، ولما ينتج فينول خلاص خلصت. لو فعلته مع غبار الزنك اداني حلقة البنزين. يبقى خلي بالك إن اختزال الميثوكسي بنزين بيتم بخطوتين. الخطوة الأولى إن فعلته مع HI أو HCl فيديك الفينول. الفينول عامله اختزال بغبار الزنك يديني بنزين، ودي سجلها عندك عشان مكتبتهاش المحاضرة اللي فاتت. ندخل على المخطط التاني. مين ده؟ ده بنسميه الدايزيمين كلورايد. نفس الفكرة. ادي مثلا ال NNO2 نفس فكرة الجزء السالب هو اللي هيدخل حالة البنزين فاداني نيترو بنزين. خلي بالك انه لو عملته مع مية يديك فينول، ودي طريقة كويسة ان ازاي احول الدايزيمين كلورايد الى فينول عن طريق المية. هنا لو ما فعلته برضه مع صوديوم ميثوكسيد هيكون ميثوكسي بنزين. اختزال المجموعة دي عن طريق ال H3PO4. لو فعلتها مع ال NaNH2 يديك الانيلين، مع ال Ki يديك يوديد البنزين. وخلي بالك من اسمين التفاعل دول. التفاعل ده الرياجنت بتاعه لازم تحفظه NaBF4 في وجود ال HF عشان عايز اكون فلوروبنزين، او الرياكشن ده عشان اكون يعني عايز ادخل مهلوجين على حالة البنزين. فنخلي بالنا من اسماء التفاعلات، ان ممكن عادي يجيب لك MCQ اسم التفاعل ده ويقول لك ايه الرياجنت بتاعه، طب ايه اللي بيتكون. يعني المهم دول بيعتمدوا على الحفظ. نيجي بقى للجزء الاهم في المحاضرة اللي هو المبني على الاساس كله، حاجة اسمها الكترونيك افكت. طب تعالى دي بقى نشرحها لتحت. بسم الله. دي مبنية على معلومة كانت في السمستر الأول، بس هعيدها. احنا خدنا احنا حركة الإلكترونات عندي حركتين. حركة اسمها inductive effect وبرمز لها بالرمز I، وحركة جديدة اسمها ميزوميريك effect وبرمز لها بالرمز M. ايه الفرق؟ ان الاندكتيف افكت دي كانت بتعتمد ان الالكترونات تتحرك في الرابطة سيجما. سيجما. يبقى أول معلومة إن الإندكتيف إفكت كانت الإلكترونات بتاعتها بتبقى في الرابطة سيجما. طب الميزوميريك إفكت لأ، الميزوميريك إفكت لازم الحركة تكون في الرابطة باي. يبقى ده أول فرق ما بينهم، إن الإندكتيف إفكت في سيجما،
الميزوميريك افكت في الرابطه باي. طيب النقطه اللي بعد كده، الاندكتيف افكت عندي منها نوعين، يا حاجه اسمها ماينس اي، يا حاجه تاني اسمها بوزيتيف اي. يعني ايه الكلام ده؟ كلمه ماينس اي يعني الذره اللي هتظهر عليها ماينس اي هي اللي هتسحب الكترونات. بمعنى انا لو عندي كربون وعندي كلور، مين الاعلى في السلبيه الكهربائيه؟ اكيد الكلور. فالكلور يشد الالكترونات عنده، فتتكون على دي سالبه جزئيه ودي موجبه جزئيه. وخلي بالك ان انا قلت سالبه جزئيه مش سالب ككل، ما بتاخدش الشحنه السالبه ككل. فدي انا بسميها ماينس اي ودي بوزيتيف اي. ومن عرفنا ان الماينس اي هي الذره اللي بتسحب الالكترونات عند ناحيتها، والموجب اي هي اللي بتعمل دونيتنج يعني بتدي الكترونات للذره. طيب بعد كده خدنا في السمستر الاول مين المجموعات، او اعرف ازاي المجموعه الماينس اي والمجموعه البوزيتيف اي. قلت له كمنطق هي ماينس اي مش دي بتسحب يعني مثلا لو كاتايون، اشمعنى الكاتايون؟ هو مش الكاتايون ده موجب؟ طب الكاتايون موجب، يعني مثلا الصوديوم موجب، علشان يرجع لحالته الذريه العاديه مضطر يكتسب الكترون، ياخد الكترون. كلمه ياخد الكترون يعني هو ماينس اي سحب الكترون. انا مش بتكلم على الصوديوم، انا بتكلم ليه ماينس اي كاتايون. بعد كده قلنا الماينس اي برضو لو فيها ذرة كربون او عندك باي بوند يعني دبل او تريبل بتسحب الالكترونات، او عنصر السلبية الكهربائية بتاعته اعلى من الكربون مثلا زي النيتروجين، الاكسجين، الكبريت. طيب مين البوزيتيف اي؟ يعني مين هو اللي هيدي الكترونات للذرة اللي جنبه؟ هو هنا مش فوق كان كاتايون، يبقى اكيد ده الانايون، لان برضو نفس الفكرة. هو الكلور سالب، علشان يرجع الكلور لحالته الطبيعية مضطر يعمل ايه؟ يطلع الكترون. كلمة يطلع الكترون يعني هو هيدي الكترون، فلذلك كده قلنا ان الانايون بوزيتيف اي. ومين تاني؟ لو ذرة كربون نوع التهجين بتاعها اس بي 3 يعني كل الروابط بتاعتها سيجما، او مجموعات القايل، ودول تتحفظوا. يبقى تاني، يبقى الفكرة كلها ان الماينس اي هو بيسحب الالكترونات عنده. وقلنا مثال تاني، مثلا عندي CH3 CH2 Cl. قلنا نفس الفكرة، لو جينا بصينا على الرابطة دي يعني لو حذفنا ده وعملنا هنا H Cl، نفس الفكرة ان الكلور هو اعلى في السالبية وهيكون عنده الماينس اي، فيشد الكترونات الرابطة عنده فتظهر عليه سالبة جزئية. دي الفكرة اللي احنا قلناها، ودي كانت علينا في السمستر الاول. في ملحوظة عايز اقولها عشان دي هناخدها قدام في المحاضرة عشان الحد بدل ما يكون نسيها. ايه هي؟ ان انا عندي مثلا كل ما بزود المجموعات الساحبة تزداد الماينس اي. بمعنى انا لو عندي مثلا ذرة، مثلا عندي نيتروجين، واقول ده اجلها لقدام دلوقتي عشان ما يحصلش لخبطه، احنا هناخدها قدام. ندخل على الميزوميريك افكت، دي الجديد علينا. نفس فكره الميزوميريك افكت عنده نوعين، ماينس ام وبوزيتيف ام. واكيد منطقي ان ماينس ام هو بيسحب الالكترونات عنده، بس بيسحبها عن طريق رابطه باي، والموجب ام هو بيدي الكترونات. طب مين الماينس ام ومين الموجب ام؟ نفس المبدأ بالظبط. انت تعالى تتخيل، هو اللي بيسحب الالكترونات ده بيكون ايه؟ عنده نقص فيها او عنده زياده منها كتير فعايز يشد من عنده يعني يزود زي الباي بوند. فالماينس ام يعني اللي هيسحب الكترونات اللي هو اكيد البوزيتيف تشارج، لو شحنه موجبه هتسحب الكترونات، او باي بوند او تريبل بوند. طب مين الموجب ام يعني اللي هيدي الكترونات؟ اكيد لو نيجاتيف تشارج او لو عنده لون بير، عنده زوج من الالكترونات، هو ده الماينس ام موجب ام. طب دي بتتحقق ازاي؟ تعال ناخد مثال كده.
لو انا عندي مثلا مركب زي ده CH2 عامل دبل بوند سي، رابطة سي، دبل او CH3، ايه اللي بيحصل؟ الاكسجين هو اعلى في السالبية من الكلور، حاجة منطقية. فالاكسجين بيعمل ايه؟ ياخد الرابطة دي وياخدها ليه هو كلها. فايه اللي بيحصل؟ المشهد اللي جاي يبقى عندي CH2 دبل سي اكسجين احط عليها سالب CH3. طب الكربون دي ناقصها رابطة فاحط عليه علامة موجب وهنا اقف. يبقى الاكسجين ده احط عليه ماينس ام ولا موجب ام؟ اكيد احط عليه موجب ماينس ام. ليه يا عم ماينس ام؟ لان هو سحب الالكترونات بتاعت الرابطة عنده. طب واحد يقول لي خلاص يبقى الكربون ده اقول عليه موجب ام. هقول له غلط. ليه؟ كلمة موجب ان يعني هيدي الكترونات. طب تعالى كده، هل الكربون دي اصلا عندها فرصة انها تدي الكترونات للاكسجين او اصلا تدي الكترونات لنفسها تعوض النقص؟ لا. فايه اللي بيحصل؟ ان الرابطة باي اللي هنا هي اللي بتتنقل للمكان ده، فيحصل التالي. فيبقى سي اتش 2 موجب سي دبل بوند سي رابطة او سالب سي اتش 3، واصبحت ذرة الكربون دي هي اللي موجب ام، علشان هي ادت الالكترونات الرابطة باي اللي عندها لذرة الكربون اللي جنبيها. يبقى فرق، هو انا مش في الاندكتيف افكت لو ذره سحبت تبقى ماينس يبقى التانية موجب، لا. في الميزوميريك افكت الاكسجين عندي هنا خد الرابطه باي عنده فاصبحت عليه شحنه سالبه، ما أنا الرابطه دي باتنين الكترون فخلى الكربون ده موجب. طب الكربون يعوض النقص بتاعه ازاي؟ ان ياخد الباي بوند اللي هنا فاصبحت ده هو اللي موجب ام. موجب ميزوميريك افكت ان هو ادى الالكترونات لذره الكربون اللي جنبه. تعال نشوف الكلام ده كله مكتوب فوق. يبقى عندي اهو الالكترونيك افكت، تاثير الالكتروني نوعين، يا اندكتيف افكت يا ميزوميريك افكت. اندكتيف افكت في منه الموجب اي والماينس اي، والميزوميريك في موجب ام ماينس ام. الاندكتيف افكت بتحصل ديسبيسمنت حركه في الالكترونات في السيجما بوند، الميزوميريك في الباي بوند، وبتعتمد في الانساتوريتد سيستم يعني نظام غير مشبع، يعني مثلا باي بوند تريبل بوند. قال لك dependent on electronegativity، ما انا استخدمت السلبيه الكهربيه. مثلا هنا الكلور ده اعلى في السالبيه فشد الالكترونات ناحيته فظهرت عليه سالبه جزئيه وموجبه جزئيه. طب بص هنا، الاكسجين لما سحب الرابطه باي عنده خد علامه سالبه كليه. يبقى ايه الفرق هنا؟ ملاحظه لو انت بتكتب في الميكانيزم دي بتفرق امتى احط سالبه جزئيه وامتى احط سالبه كليه. سالبه جزئيه لو حصلت حركه الاندكتيف افكت السالب ككل، ادينا حطيت موجب ككل وسالب ككل لو حصلت ميزوميريك. فالكربون دي حطت الرابطه باي هنا فاصبحت هي دي الموجب ام، ودي الاكسجين طبعا هو الماينس ام، مثال اللي شرحته تحت. بعد كده قلت لك ايه من الاخر انا عايز ايه؟ ان المجموعه لو تتصل بالبنزين لازم تصفها بالاندكتيف افكت مره والميزوميريك افكت مره، فانا سهلتها عليه. قلت لك الموجب اي زي الانايون الالقيل جروب ذرات الكربون من النوع الاس بي 3، والماينس اي زي كاتايون او اي عنصر اعلى في السلبيه عن الكربون زي كبريت اكسجين نيتروجين او باي تريبل بوند. طب الميزوميريك افكت ماينس ام يعني هيشد الالكترونات ليه اكيد لو موجب او عليها باي بوند، ولو هيدي الكترونات اللي هو اللون بير والهالوجين ولو شحنه سالبه. دي مقدمه كنت عايزك تفهمها في الميزوميريك افكت انها دلوقتي دي اساس التوجه في البنزين اللي هنقوله دلوقتي. تعالى على الحته دي، حاجه اسمها اورينتيشن اون بنزين، التوجه في البنزين. قال لك عندك نوعين من الجروبس، نوعين من المجموعات، مجموعة توجه لقرص وبرا ومجموعة توجه لميت. وكده احنا عارفين لو حالة البنزين اهي بالشكل ده
اكيد دي اورثو ودي اورثو ودي بارا ودي ميتا ودي ميتا، يعني للتذكرة بس. قال لك تعال، قبل بس ما اكمل انا عايز اقول حاجة. احنا عارفين ان حالة البنزين فيها الكترونات كتير. حلو. حالة البنزين لها احتمالين. امتى اقول على الحالة دي activating؟ يعني ايه activating؟ يعني مجموعة نشطة، يعني البنزين نشط يدخل في التفاعلات. وامتى اقول عليه deactivating؟ باختصار، هو مش البنزين، خدنا تفاعلات المحاضرة اللي فاتت ان يتم نظام الالكتروفيليك سبستيوشن، يعني لازم يكون حالة البنزين فيها الكترونات. فاكتيفيتنج كل ما انت بتزود الالكترونات لحلقة البنزين ككل، نشاط حلقة البنزين بيزيد. طب الدي اكتيفيتنج هتقلل الالكترونات، بمعنى هتسحب الكترونات من الحلقة. وده اصلا المبدأ بتاع المجموعات اللي توجه قرص بارو والمجموعات اللي توجه ميتا. هنقول الميكانيزم بتاعها، بس عايزك الستيب دي في دماغك، ان حلقة البنزين امتى تبقى اكتيفيتنج يعني تدخل في التفاعل، ان كل ما ازود لها الالكترونات. طب بالعقل انا امتى ازود الكترونات البنزين؟ لو حطيت لها مجموعة فوقيها تديها الكترونات. طب الدي اكتيفيتنج يعني انا بقلل النشاط بتاعها، يعني انا هسحب منها الكترونات، فكده هحط مجموعة تاخد الكترونات من حالة البنزين. تعال بقى نشوف الكلام ده فوق. فقال لك المجموعات اللي توجه قرص بارو نوعين، يا مجموعة اكتيفيتنج يعني بتنشط الحلقة، يا دي اكتيفيتنج. واحد يقول لي سؤال، السؤال ده يعني هيسأله بس لما اشرح الميكانيزم، ودولت بيتحفظوا. الدي اكتيفيتنج ما عندكش غير الهالوجين. واقول لك ليه السبب ده، ليه الماينس اي اكبر من موجب ام. المجموعة اللي ماسكة حالة البنزين امتى توجه لقرص بارة؟ لو فيها حاجتين، لو فيها نيجاتيف تشارج، لو عندها لون بير، لو عندها كل الروابط سيجما. طب واحد يقول لي نيجاتيف تشارج وانا فهمت انه عنده الكترونات زياده، هيديها للحلقه. اللون بير كذلك الامر، ما عنده زوج من الالكترونات هيديها للحلقه. ازاي ذره كربون عندها كل روابط سيجما بالشكل ده وهتدي للالكترونات وهتدي للبنزين الكترونات؟ هقول له دي بتعملها بحركه الهايبر كونجيوكيشن اللي شرحتها المحاضره اللي فاتت وخدناها في السمستر 1. انها اللي كل رابط سيجما بتدي الالكترونات للبنزين عن طريق الهايبر كونجيوكيشن، انها تنقل رابطه للبنزين. دي عشان للفهم يعني. واداك امثله. فقال لك مثلا الاو اتش، مجموعه الاو اتش بتوجه قرص بار، ما الاكسجين عليه 2 لون ب، ال NH2 عليه لون ب، ال SH لون ب. هنا الاكسجين عليه شحنه سالبه، هنا النيتروجين عليه لون بير، الاكسجين عليه لون بير. طيب مين اللي بيوجه ميتا؟ قال لك قاعده، اي مجموعه بتوجه لموضع ميتا بتكون دي اكتيفيتنج. والجروب اللي بيبقى بتوجه لميتا يا بيكون فيها باي بوند، يا بوزيتيف تشارج، يا يكون عندها فاكنت اوربيتال او اوربيتال فاضي. واوربيتال فارغ دي هنستعين بحاجه اسمها لويس اسيد. يعني ايه لويس اسيد؟ لويس اسيد باختصار هو الحمض الذي يستقبل زوج من الالكترونات. قلتها المحاضره اللي فاتت في الميكانيزم. يعني مثلا كلوريد حديد 3، الحديد كان عنده اوربيتال فاضي فاستقبل الكترون. مثلا بي اف 3، البورون عدده الذري 5، يعني الغلاف الخارجي عنده 3 الكترون، عملهم مع الفلور فاصبح عنده اوربيتال فاضي فبيعمل لويس اسيد. طيب قال لك مثال زي السي او اتش، مع انك السي عامله دبل مع الاكسجين، رابطه باي اهي يبقى بتوجه ميتا. الالدهيد عامله برضو الكربونه دبل مع الاكسجين، هنا دي مجموعه كيتون، سي او ار رابطه باي، ان اتش 3 عليها موجب، بي اف 3، الان عامله باي بوند هنا. ايه الكلام بقى المكتوب حكايه الموجب اي والماينس اي دي؟ تعالى بس الاول نقول الميكانيزم ونقول الكلام ده جه منين. بس اول حاجه خد قاعده، ان اللي يوجه لقرص وبارة انا بسميها هي دونيتنج جروبس، مجموعات بتدي الكترونات. والمجموعات اللي بتوجه للموضع ميتا اسمها اتراكشن جروب. تعال بنشرح الميكانيزم عشان كل الكلام ده يوضح. نبدأ بسم الله. انا لو عندي جروب اهي،
ماسكة فيها حلقة بنزين. تمام. الحلقة دي هحط فيها جروب من الجروبات اللي بتعمل دونيتنج، يعني المجموعات اللي بتدي الكترونات. طيب حط بس الروابط باي. قبل ما اكمل انا عايز اتفق على اتفاق بس تحت. ايه هي؟ اني مثلا في البنزين عندي ذرة كربون عاملة مثلا باي بوند مع الكربون دي، وعاملة مثلا رابطة أحادية مع الكربون دي، ورابطة أحادية مع الجروب اللي فوقيه. طيب عشان نقولها في الميكانيزم، الجروب دي بتدي الكترونات للكربون. طب دي بتدي له الكترونات ازاي؟ عن طريق انها بتكون رابطة باي. طب اقف، الكربون في الحالة دي عاملة كام رابطة؟ 1 2 3 4 5. احنا بنسميها في الحالة دي ان الكربون عنده الكترونات كتير، فالكربون يلجأ انه يكسر رابطة. طب بالعقل هل هيكسر الرابطة دي؟ استحالة، انت كده فكيت حلقة البنزين. فهو ما قداموش غير انه يكسر الرابطة باي دي. طب واحد يسألني، طب انا لما اكسر الرابطة باي دي باتنين الكترون، هيودي الاتنين الكترون فين؟ هيروح لذرة الكربون اللي جنبيها، فتظهر على ذرة الكربون دي علامة سالبة. طيب دي مثلا ماسكة في ذرة كربون، حلو، وعاملة تريبل مع دي. طب دي سالب، عشان ذرة الكربون تتخلص من السالب بتاعها تعمل ايه؟ انها تكون باي. اصبحت ذرة الكربون دي هي عاملة هنا مع الهيدروجين عاملة 5 روابط، فتكسر مين؟ اكيد مش هتكسر الهيدروجين، تكسر الباي بوند دي. طب الباي دي اصلا فيها 2 الكترون، تديها لذرة الكربون اللي جنبها فتبقى شحنة سالبة. وهنلف دلوقتي على حالة البنزين ككل. يبقى انا كل اللي عايزه منك دلوقتي ايه؟ ان انا دلوقتي لو في الميكانيزم اللي هقوله ان المجموعه اصلا هتكون رابطه باي مع الكربون، فالكربون معاها 5 روابط، فهي بالعالم مش هتكسر هي الرابطه دي. ما هي كده تفكيت حاله البنزين، يعني مفيش اروماتيه كده. فبالتالي لازم تكسر رابطه باي، والكترونات الرابطه كلها لازم تديها للي جنبيها. اصل كده هي عندها الكترونات زياده، هتاخد لي الالكترونات اللي عندها، فتظهر دي علامه سالبه. خد قاعده، واي كربون عليه شحنه سالبه هيلجأ انه يكون رابطه علشان ما يبقاش عنده الكترونات كتير. تعال بقى نشرح الميكانيزم اللي فوق. خطوه رقم 1، ان المجموعة دي هتكون رابطة باي مع البنزين بالشكل ده. فأصبحت ذرة الكربون دي عاملة 5 روابط، فذرة الكربون دي ما تقدرش تكسر الرابطة دي، ما انت كده هتفتح حلقة البنزين. فتعمل ايه؟ شايف الرابطة دي؟ الرابطة دي بالإلكترونات بتاعتها تديها للذرة اللي جنبيها. فالمشهد اللي جاي يكون الشكل كده. ادي المجموعة عاملة باي بوند مع البنزين، ودي عليها شحنة سالبة. طيب المشهد اللي جاي بعد كده، ده بدي شحنة سالبة، هتعمل ايه؟ مضطر تعمل رابطة باي، فتكون الرابطة باي هنا. فأصبحت ذرة الكربون دي عندها إلكترونات كتير، فتاخد إلكترونات الرابطة باي دي كلها تديها للذرة اللي جنبيها. فإيه اللي يحصل؟ يحصل كده، إن أدي المجموعة عاملة باي بوند مع البنزين، وأنا كونت باي بوند هنا، اوكي كده في رابطة باي، وتظهر على دي شحنة سالبة. ليه؟ لأن أدي الإلكترون كسرتها الرابطة اديت لها دي. فدي تعمل إيه؟ نفس الفكرة. فدي تعوز تكون رابطة باي هنا أهي. فأصبحت ذرة الكربون دي عندها إلكترونات كتير، فتمسك إلكترونات الرابطة دي كلها تديها للكربون دي، فيبقى الشكل ده. هيكون هنا باي وهنا باي، واصبحت دي شحنة سالبة. طب هنا بقى تعمل ايه الشحنة دي؟ نفس الفكرة، هتكون باي بوند هنا اهي. فاصبحت ذرة الكربون دي عاملة روابط كتير، فتكسر الرابطة دي
تكسرها وترجعها للمجموعة مرة تاني، فيدي الشكل الأخير ده. ادي المجموعة، ادي حلقة البنزين. تاني نشرح الميكانيزم تاني. انا عندي مجموعة دونيتنج للإلكترون. طيب ايه اللي حصل؟ المجموعة دي عايزة تدي إلكترونات للبنزين، فعملت رابطة باي مع الكربون دي. فالكربون دي عندها 5 روابط، عندها إلكترونات كتير، فمضطرة إنها تكسر الرابطة دي وتدي كل الإلكترونات للذرة اللي جنبيها. أصبحت الذرة دي سالبة. طب الذرة دي عشان عندها إلكترونات كتير تعمل إيه؟ تعمل رابطة باي مع اللي جنبيها. فأصبحت الكربون دي نفس الفكرة، عاملة 5 روابط، فتكسر الرابطة باي دي وتدي كل الإلكترونات للذرة اللي جنبيها. لو هو الذرة دي نفس الفكرة، فالذرة دي تعمل رابطة باي للي جنبيها، فأصبحت الذرة دي عندها إلكترونات كتير، فتكسر الرابطة باي تديها للكربون اللي جنبيها بالشكل ده. طب دي تعمل ايه؟ تكون باي، فذرة الكربون اللي هنا تروح كسرة الرابطة باي اللي كانت عاملاها الأول مع المجموعة وتدي بالشكل ده. طيب فين بقى بتوجه قرص بارة؟ لو جيت بصيت على الميكانيزم هنلاقي إن المجموعة لما كانت متصلة مع حلقة البنزين السالب ظهر فين؟ سالب ظهر هنا، وظهر هنا، وظهر هنا. طيب هو انا اصلا بجيب رياجنت من بره الكتروفيليك، يعني بيحب الالكترونات، هو هيهاجم حلقة البنزين فين؟ ادي الموضع قرصه وادي الموضع بارة. يبقى عرفت ليه مجموعة الدونيتنج بتوجه قرص وبارة. طب في المجموعة دي اكتيفيتنج ولا لا؟ اكتيفيتنج. ليه اكتيفيتنج؟ لانها نشطت حالة البنزين، زودت اصلا السالب عندها، الالكترونات عندها. لذلك قال لك ايه فوق؟ ان المجموعات الاكتيفيتنج في القرص بارة بيكون عندها الموجب ام اعلى من الماينس اي، يعني بتدي الكترونات للحلقه اكتر ما بتاخد منها، عشان كده دي سميناها مجموعات اكتيفيتد. وهنا بقى يجي حد يسالني طب الهالوجين، طب ما هو الهالوجين هيعمل نفس السيكونس ده، ليه قلت على الهالوجين فوق انه لما بيجي يوجه قرص وباره بيخلي الحلقه دي اكتيفيتنج؟ قال لك لا، الهالوجين ده في حاجه. الهالوجين ده انا بتكلم دلوقتي على الهالوجين. الهالوجين ده عنده الماينس اي اكبر من الموجب ام، بمعنى بيسحب الكترونات اكتر ما بيدي للحلقه. طب عايز افهمها ازاي؟ اقول لك تعالى ندي مثال. فرضا انا عندي هالوجين رمزه اكس ماسك في حاله البنزين بالشكل ده، طبعا هيكون اعلى في السالبيه. حلو، فيسحب الكترونات بالماينس اه. هو هل الهالوجين هنا لما يجي يسحب الكترون هيسحب من الكربون دي؟ اكيد لا، هو هيسحب من كل ذرات الكربون. فاصبحت كل ذرات الكربون ظهرت عليه علامه موجب. يعني الماينس اي يقول مثلا ظهر موجب 6، انا بفترض على كل ذرات الكربون، كل كربون ظهر عليها موجب. طب لما يرجع يديها بالميزوميريك افكت موجب، هيحصل ايه؟ السالب هيظهر هنا وهيظهر هنا وهيظهر هنا. كده عندك كام سالب؟ سالب 3. سالب 3 مع موجب 6 موجب 3. عرفت اللي بان هو سحب الكترونات اكتر ما ادى للحلقه. عشان كده الهالوجين في الدونيتد جروب بنقول عليه ان هو دي اكتيفيتنج اهي. اهي في الأورثوبارا الدي اكتيفيتنج اللي بيوجه أورثوبارا ايه؟ الهالوجين. ليه الهالوجين؟ لأنه عنده الماينس اه، يعني بيسحب إلكترونات أكتر ما بيدي للحلقة، على عكس المجموعات اللي الجنب ده عندها إنها بتدي إلكترونات أكتر ما بتسحب. أهي بنسميها هي الدونيتد جروبس. أدي الميكانيزم تاني. أدي اديك مثال مثلا ال NH2. هنا النيتروجين عنده لون بير، هيكون رابطة باي مع دي، فأصبحت ذرة الكربون دي روابط الإلكترونات تديها اللي جنبيها فتظهر هنا سالب، فدي تكون رابطة باي ودي تنقل الكربون للرابطة اللي جنبها فتظهر دي سالب، وتمشي نفس الخطوة. فإذا ظهر السالب فين؟ المواضيع دي. طب أنا لما أجيب إلكتروفيليك هيهاجم فين؟ هيهاجم السالب، فدي أورسو ودي بارا. أو كمان أكتيفيتنج لأنها زودت الإلكترونات. أنا بتكلم على NH2. طب تعال نشوف الميتا. نفس الفكرة،
جبت مجموعة اهي، ادي الروابط باي، وحطيت هنا مجموعة اتراكشن، المجموعة دي اتراكشن. طب تعالوا نشوف لما تكون اتراكشن دي مجموعة اتراكشن ايه اللي يحصل. المجموعة دي عايزة تسحب الكترونات من الحلقة. تسحب الكترونات ازاي؟ عن طريق انها تاخد الرابطة باي دي اهي، تاخد الرابطة باي دي توديها هنا، فاذا ذرة الكربون دي فقدت فيظهر عليها علامة موجب، فيحصل التالي ان ادي مجموعة الاتراكشن خدت الرابطة باي دي، خدتها نقلتها هنا، فتظهر هنا باي بوند، وادي حلقة البنزين بتاعتي، ادي الروابط باي، ادي رابطة باي، ادي رابطة باي، وظهر هنا الموجب، وخدناه في الميكانيزم اللي فات. طب الموجب ده يعوض ازاي؟ عن طريق الرابطة باي تتنقل هنا، فيظهر على دي الموجب، اللي يحصل كده، فتنتقل الرابطة باي هنا، وادي الرابطة باي هنا، وتصبح دي الموجب اهي، واللي يحصل في الرابطة باي تتنقل هنا، فتظهر على دي الموجب، يبقى الشكل ده. وادي الروابط باي، وتظهر دي موجب، فايه اللي يحصل؟ نفس الفكرة، تروح الرابطة دي هتنكسر وهتنزل هنا تاني، في الاخر يديك الشكل النهائي ده. ادي الروابط باي اهي زي ما رجع. طب ايه المغزى؟ المغزى لو بصيت على الميكانيزم هتلاقي ان حلقة البنزين في مجموعة الاتراكشن الموجب ظهر فين؟ ظهر هنا. طيب هو انا بجيب بره رياجنت الكتروفيليك، هل الالكتروفيليك ده هيهاجم الموجب؟ لا، اذا كان هو بيحب الالكترونات فهو مش هيهاجم المواقع دي، هو مقدموش غير يواجه، يهاجم الموقع ده والموقع ده، اللي هو الموقع مين؟ الميتا، دي لو اتراكشن. وعرفت بقى ليه دي بتعمل دي اكتيفيتنج؟ لان خلت على حلقة البنزين موجب فسحبت منها الكترونات، فبنسمي مجموعات الاتراكشن انها بتسحب الكترونات بالميزوميريك افكت اكتر من الماينس اي. يبقى ده ميكانيزم ليه المجموعات بتوجه اورسو وبارا وميتا. تعال نبص تاني، جاب لك مثلا نيتروجين عليه شحنه موجبه، خد الرابطه باي عنده واصبحت دي موجب، الرابطه باي تتنقل هنا وتتنقل هنا، واصبح ادي الموجب في الالكتروفيليك هيواجه الميتا. طيب تعالى بقى على اهم حته انت ممكن تتسال فيها في ام سي كيو، ايه هي؟ انا دلوقتي عرفت ليه المجموعات اللي بتعمل تدي الكترونات ليه بتوجه قرص بارا، والمجموعه اللي بتسحب الكترونات ليه بتواجه ميتا. طب فرضا جاب لك في الامتحان حلقه بنزين وعليها جروب، انا اعرف منين ان الجروب دي هتوجه لي قرص بارا وميتا؟ واحد يقول لي ايه؟ طب ما انت قايل لي فوق ان اللي يوجه القرص بارا مين؟ لو بصيت فوق انت قايل لي ان اللي بيوجه قرص بارا النيجاتيف تشارج، اللون بير اللي عنده كل روابط سيجما، واللي بيوجه الموقع ميتا ان يكون عنده باي بوند او شحنه موجبه. قلت له حلو، طب لو جبت لك مركب زي ده او جروب زي دي بالشكل ده، جبت لك حلقه بنزين قلت لك دي NH C بوند O CH3، فيجي حد يقول لي ايه؟ طب سؤال، انا شايف هنا باي بوند، قلت له حلو، خلاص فدي هتوجه ميتا. اقول له الكلام ده غلط. ليه؟ خد قاعده اساسيه، علشان اعرف المجموعه اللي على حلقه البنزين توجه قرص وبارة ولا ميتا، انا عيني دايما على الذره اللي ماسكه اتصال مباشر بحلقه البنزين. تاني، عشان احدد اللي بيوجه لي قرصه او بارة او ميتا تحديد صح، ببص على الذره المتصله اتصال مباشر بالبنزين،
في المثال ده مين المتصل بحلقة البنزين؟ النيتروجين. طب النيتروجين هنا عامل 3 روابط، رابطة مع الاتش ورابطة مع البنزين ورابطة مع الكربون، يعني عنده لون بير. فهو يقدر يدي الكترونات للبنزين، فده يوجه قرصه وبارة. يبقى تاني، علشان احدد صح انا عيني دايما على الذرة اللي ماسكة متصلة اتصال مباشر بحالة البنزين، وانا كاتب امثلة فوق، تعالى نشوفها اهي. لسه المركب ده لسه شرحه اهو. واحد ممكن يقول ده هنا في باي فيوجه ميتا، اقول له غلط، النيتروجين هي عليها لون بير فوجهت حالة البنزين لقرصه بار اهو، النيتروجين عنده لون بير. طب هنا مين المتصل بالحلقة؟ الكربون. الكربون عامل رابطة باي، خلاص يبقى الموقع ميتا عادي جدا. الحلقة مين المتصل بيها؟ الاكسجين، عنده 2 لون بير فخلاص هيوجه قرصه بارة. مين المتصل بالبنزين؟ NH2 بس عليها شحنة موجب، خلاص فهتوجه ميتا. دي فكرة أساسية عشان لو جابها لك في الامتحان كسؤال MCQ. تعال ناخد الاكسبشنز دول. انا لسه قايل لك مين المجموعات اللي بتوجه قرص بارة ومين المجموعات بتوجه ميتا. حلو، انت عندك 2 اكسبشن، يعني من الاخر بيشذوا عن القاعدة دي، احفظهم. بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت لو لقيت على حالة البنزين CHX2 او CX3، يعني مثلا حالة البنزين عليها CHCl2 CCl3، انت المفروض تقول لي يوجه قرص بارة لان عنده رابط سيجما. لا، دي الحالة الوحيدة اللي يوجه لميتا بوزيشن، خلي بالك من الحالة الشاذة دي. يبقى دي توجه لميتا بوزيشن. الاكسبشن التاني، المجموعة دي بس لو اتصلت بحالية البنزين هتوجه القرص وبارة مش لميتا، مع الرغم عندها باي بوند. اقول لك ليه. لو ادي حالية البنزين، عشان عايزين نفهم ليه اشمعنى دي هتوجه لك القرص وبارة مع ان عندها باي بوند. دي هتعمل بالريزونانس الرنين. لو عندي حالة بنزين بالشكل ده وادي المجموعة اهي CH دبل بوند CH2، تبدأ تدي الكترونات للحلقة ازاي؟ عن طريق ان تمسك الرابطة باي تنقلها لحالة البنزين دي، فتصبح نفس الدوامة بتاعت القرص بار فتوجه قرص بار. المهم انت عايزك تحفظهم، ان لو عندك CHX2 CX3 ده بيوجه لميتا، لو عندك الفانكشن او الجروب دي بتوجه لقرصه وبارة. الحتة اللي جاية، الحتة جاية دي مهمة جدا عشان هشرحها دلوقتي وعاوزها في بعض التفاعلات المهمة جدا عندنا في المنهج. ايه هي؟ طب حلو، انا فهمت بقى القرص والبارة والميتا. طب يا ترى مين اللي يقدر يعمل اكتيفيتنج للحلقة اكتر؟ يعني امتى مين المجموعة؟ لو جبت لك حلقتين بنزين، كل حلقة عليها مجموعة، مين اللي ينشط حالة البنزين أكتر أو مين عنده قوة التوجه أكتر؟ بنسميها order of orientation أو الأكتيفيتي بتاعت الحلقة. فركز معايا. أول جنرال لو عندي، أول قاعدة دايما، إن النيجاتيف تشارج يعمل اكتيفيتي لحالة البنزين أكتر من اللون بير، اكتر من كل الروابط بتاعه الكربون سيجما. يبقى بسم الله، اول قاعده عندي، مين اللي عنده قوه توجه اكتر؟ مين يعمل اكتيفيتي عاليه لحاله البنزين؟ السالب اكبر من اللون بير اكبر من السيجما. مثال، لو جبت لك حاله بنزين عليها OH وجبت لك حلقه بنزين عليها اكسجين سالب، يا ترى مين اللي بيعمل اكتيفيتي اعلى للبنزين؟ ابص لفوق، والله انت قايل لي فوق ان السالب اكبر من اللون بير، ما الاكسجين ده عنده 2 لون بير اهم، فالباقي الاكسجين لون بير وهنا نيجاتيف تشارج، يبقى مين اللي يعمل اكتيفيتي اعلى؟ اكيد اللي عنده نيجاتيف تشارج. يبقى اول قاعده عندي ان النيجاتيف تشارج اكبر من اللون بير اكبر في السيجما، من حيث انه يزود الاكتيفيتي لحلقه البنزين. القاعده الثانيه، فرضا جايب لك هو 2 جروب على حاله البنزين الاتنين فيهم لون بير، خلاص يبقى القاعده الاولى بتاعتك اتكسرت. القاعده الثانيه، الاي دي رمز الالكترو نيجاتيفيتي، السالبيه الكهربائيه. بيقول لك ان الالكترو نيجاتيفيتي انفيرسلي بروبوشنال مع الاكتيفيتي، يعني علاقه عكسيه مع الاكتيفيتي بتاعت البنزين. يعني كل ما تزداد السالبيه الكهربائيه تقل نشاط البنزين. وخلي بالك ده كلام منطقي. ليه؟
انا لو عندي حلقه بنزين مثلا، حلو، وعندي فيها ماسك فيها جروب، الجروب دي فيها عنصر السالبيه الكهربائيه بتاعته عاليه، يعني هيشد الالكترونات عنده، فلما يسحب الالكترونات عنده فيعمل شحنات موجبه على حلقه البنزين، ولما يعمل شحنات موجبه على البنزين يقلل لك الاكتيفيتي. يبقى تاني، لو العنصر الاعلى في الالكترونيجاتيفيتي يقلل لك الاكتيفيتي. وفهمناها ليه السبب، لان اكيد انا لو اعلى سلبيه فانا هسحب الكترونات عندي، فانا هقلل نشاط حلقه البنزين، لان البنزين يديها الكترونات كتير عشان الاكتيفيتي بتاعتها تزيد. مثال يقول لك مثلا ايه، عندك حلقه بنزين بالشكل ده عليها NH2، وحلقه بنزين عليها OH، ويجي يقول لك مين عنده اكتيفيتي اعلى من التاني. ولا انا هاجي على جنب، النيتروجين عدده الذري 7، الاكسجين 8، فاذا الاكسجين اكبر من النيتروجين فين؟ في الالكترونيكتيفيتي. يبقى اذا النيتروجين هيبقى اكبر من الاكسجين في الاكتيفيتي. يبقى مين اعلى في الاكتيفيتي؟ مجموعه ال NH2. يبقى اول قاعده انا بمشي فيها ان النيجاتيف تشارج اكبر من اللون بير اكبر من كل رابط سيجما في الاكتيفيتي. الربط قاعده اتكسرت، جبت لك اتنين جروب مختلفين عن بعض، باخد بالسالبيه الكهربائيه. الحاله الثالثه، لو لعب معاك لعبه حلوه قوي، جاب لك مثلا حلقه بالشكل ده عليها NH ماسكه فيها COOH، وحلقه بنزين NH ماسك فيها مجموعه ميثايل، وحلقه بنزين تالتة فيها النيتروجين ماسكه فيها مجموعتين ميثايل. بالشكل ده، ويجي يقول لك ايه، قارن ما بينهم من حيث الاكتيفيتي. طب تعالى كده نركز واحده واحده انا بفكر ازاي في السؤال. انا عندي قاعده، انا ببص على الذره اللي ماسكه في حاله البنزين، مين؟ النيتروجين. طيب السي او اتش من صفاتها انت عارف ان في الحاله دي ان السي عامله دبل مع الاكسجين، حصل يعني عندها ايه؟ ماينس اي افكت، فده يسحب الالكترونات عنده، فيبقى ده موجب. اذا كان النيتروجين اتسحبت منه الكترونات فهو مش هيقدر يدي الكترونات زي الاول لحلقه البنزين، فالاكتيفيتي بتاعت البنزين دي تقل. طب الحلقه الثانيه، ال NH دي انا عندي على النيتروجين عشان ماسك في حلقه البنزين، من صفات مجموعه الميثايل او مجموعات الالقايل انها بتدي الكترونات، يعني بوزيتيف اي، يعني بتدي الكترونات للحلقه. فاذا النيتروجين ده بقيت زودت له الالكترونات فيقدر يدي الكترونات للبنزين، فالاكتيفيتي بتاعت البنزين تزيد، فاذا ده اكبر من ده على طول. طب تعال نقارن بين الاثنين. النيتروجين عنده اتنين يدوا له الكترونات، هي دي الحته اللي قلتها لك ان من صفات الاندكتيف افكت كل ما تزود المجموعات اللي بتدي الكترونات بتزود انت الكثافه الالكترونيه، فبالعالي النيتروجين بيجي له الكترونات من مجموعتين، يعني الاكتيفيتي اعلى بكتير من اللي بيدي له مجموعه واحده، فده الترتيب بتاعهم. تعال نشوف الكلام ده كله كاتبه فوق اهو. قال لك اول قاعده في الاوردر اوف اورينتيشن، قوه التوجه في الاكتيفيتي ان النيجاتيف اعلى من اللون بير اعلى من كل روابط السيجما، يعني الاكسجين عليها سالب اهي اكبر من الاو اتش. طيب الالكترونيجاتيفيتي تزيد الاوردر اوف اورينتيشن او الاكتيفيتي تقل. فانا جبت لك مثال ان النيتروجين مع انه اقل من الاكسجين في الاي فهو اكبر منه في الاي، الاي دي رمز الاكتيفيتي. الحاله الثانيه، الاتوم المتصله بالبنزين لو عليها ماينس اي فانت بتزود الاكتيفيتنج، عليها موجب اكيد بتقللها، ولسه من نفس المثال اللي لسه قايله لك بالشكل ده. ده اكيد حاله عاديه، يعني دي الحاله الاصليه كده هتبقى اعلى من السي او اتش لان بتصنع منها الكترونات. لحتى اللي بعد كده important reaction، ايه الحته دي بقى؟ ودي مهمه جدا. هما قاعدتين همشي عليهم. القاعده رقم واحد، طب ايه فايده الكلام ده؟ الاولى هقول لك، لو انا مثلا عندي
حالة بنزين بالشكل ده وعليها ميثايل وعليها OH، وجيت عملت Cl2 يعني هالوجينيشن في وجود كلوريد حديد 3. واحد يقول لي ايه المشكلة؟ اقول لك لا ده في مشكلة. دلوقتي مجموعة الميثايل بتوجه فين؟ أرسوبار، يعني هتوجه المكان ده يا المكان ده. طب ال OH برضو بيوجه الأرسوبارة، يعني هيوجه المكان ده أو المكان ده. طب يا ترى الكلور لما يدخل هيبقى تحت سيطرة الميثايل ولا تحت سيطرة ال OH؟ هي دي بقى الفكرة المبنية عليها الجزئية دي. مين اللي عنده السلطة أكبر من التاني هو اللي يوجه. أول قاعدة همشي عليها في الحالة دي إن الأكتيفيتنج جروب تكسب الدي أكتيفيتنج. كلام منطقي. لو أنا عندي اتنين جروب، واحدة بتعمل أكتيفيتنج للبنزين وواحدة بتعمل دي أكتيفيتنج، يبقى أكيد السلطة أكيد اللي بتنشط البنزين. طب لو لقيت القاعدة دي اتكسرت هلجأ لمين؟ للقاعدة الأساسية إن النيجاتيف تشارج أكبر من اللي عنده لون بير أكبر من اللي عنده كل الروابط سيجما. تعال بقى نطبق القواعد دي واحدة واحدة. أنا بفكر في السؤال إزاي، دي أهم حاجة. والله أنا بصيت التالي. بسم الله. مجموعة الميثايل اكتيفيتنج ولا دي اكتيفيتنج؟ لا اكتيفيتنج. طيب ال OH والله برضو مجموعة اكتيفيتنج، فإذا القاعدة الأولى اتكسرت. القاعدة التانية CH3 كل الروابط بتاعته سيجما. ال OH عنده لون بير، أو آسف عنده اتنين بير من الإلكترونات، عنده زوجين من الإلكترونات. فإذا مين الأقوى؟ إن اللي عنده أزواج حرة من الإلكترونات أكبر من رابطة سيجما. ففيها مين اللي عنده السلطة الغالبة؟ ال OH. فإذا الكلور هيدخل تحت سيطرة مين؟ ال OH. وهنا المشكلة التانية، أنا عارفين ال OH بيوجه أرسوبارة، يعني هيوجه المكان ده فهيديك اتنين برودكت. البرودكت الأولاني إن هو هيدخل CH3 ويدخل هنا OH ويدخل هنا كلور. والاحتمال التاني إن يدخل هنا CH3 وهنا OH وهنا الكلور. صح؟ خد قاعدة، لو لقيت حالة البنزين بالشكل ده فيها 3 جروب جنب بعض، ده بيخلي الحالة بنسميها unstable. ليه unstable؟ لأن الثلاث مجموعات دول بالشكل ده بيعملوا حاجة اسمها كثافة إلكترونية، بيعملوا زخم إلكتروني كتير على الحلقة، فبيخلي الحلقة unstable. فده احنا بنسميه الماينور برودكت وده الميجور برودكت. تعال ناخد أمثلة تاني. لسه المثال ده لسه قايلينه. ادي الاو اتش عندي اتنين، يا الكلور تدخل هنا يا هنا، بس ده انستيبل لانه بيعمل كثافه الكترونيه زخم الكتروني، وده ستيبل. تعالوا نشوف هنا بفكر ازاي. بصيت على الحلقه لقيت عندي مجموعتين، السي اتش مجموعه اكتيفيتد، السي او اتش دي اكتيفيتد. يبقى وش مين اللي ليه غالبيه؟ الميثايل. طب الميثايل يدخل فين؟ في موضوعين، يا هنا يا هنا يا هنا، فيديك 3 برودكت، يا لانه تو تدخل هنا يا تدخل هنا يا هنا. ده الانستيبل ليه؟ لان التلاتة جروب في نفس الجهه ودولت هما الميجور برودكت. مثال تاني، بصيت على الحلقه لقيت ماسك فيها مجموعتين القايل. طب خلاص هما المجموعتين زي بعض، فاي واحده توجه مش مشكله، فهنوجه يا هنا يا هنا. فمثلا الكلور دخلت هنا. نفس الفكره انا عندي اتنين ميثايل، اي واحده فيهم توجه. فمثلا لو دي فهتوجه دي، هتوجه هنا او هنا زي ما ده حصل. بس ده الماينور ليه؟ لان التلاتة في نفس الخط او في نفس الجهة. وده الميجور. يبقى باختصار انا بفكر ازاي؟ بروح الاول على المجموعتين، في واحدة اكتيفيتنج في واحدة دي اكتيفيتنج، الاكتيفيتنج تكسب هي اللي تسيطر. طب الاتنين اكتيفيتنج هلجأ للقاعدة بتاعتي ان هو النيجاتيف تشارج اكبر من اللون بير اكبر من السيجما في حكاية التوجه. ايه الحتة بعد كده؟ الحتة دي مهمة جدا.
بيقول لك ايه؟ بيقول لك مثلا لما جينا فعلنا حلقة البنزين مع كلوريد الميثايل في وجود كلوريد حديد 3، ده فريدل كرافت الكيليشن، فتكون كلنا عارفين التولوين، مفيهاش مشكلة. طيب لما جم فعلوا حلقة البنزين برضو مع كلوريد الميثايل، بس في وجود برضو نفس الفكرة كلوريد حديد 3، بس حطوا دراي بنزين سولفنت، حطوا بنزين جاف. فكان المتوقع حاجة، انه هيطلع تولوين. قال لك لا، التفاعل ده ما وقفش لحد هنا، ده فضل يستمر، فدخل لك مجموعتين ميثايل مع بعض، وده بنسميه اكسايلين، وراح دخل 3 مجموعات مع بعض، وده بنسميه تراي ميثايل بنزين. العملية دي او التفاعل ده، ان حلقة البنزين مع كلوريد الميثايل في وجود دراي بنزين سولفين عمل حاجة اسمها بولي الكايليشن. واضح جدا ان الميثايل لما دخلت التفاعل ما وقفش، ده كمل ودخل مجموعتين ودخل 3. ايه الفكرة بقى؟ ليه حصل كده؟ حصل كالآتي: انت عارف ان الدراي بنزين اللي هو البنزين عادي اللي احنا عارفينه ان هو اكتف نشط، فالسولفنت بتاعك لو اكتف بيعمل حاجة من الحاجتين: يا بيخلي المادة المتفاعلة تستمر في التفاعل والتفاعل ما يقفش زي ده اللي حصل، انه فضل يتفاعل مع الميثايل مرة واثنين وثلاثة، يا اما السولفنت يتفاعل مع المادة المتفاعلة ذات نفسها، ده لو في حالة ان السولفنت بتاعي نشط. طب بالعقل لو انا كنت عايز اوقف التفاعل ده، يعني كنت عايز التولوين بس، كنت المفروض اعمل ايه؟ احط له سولفنت اقل في النشاط. ليه؟ لانه يخلي المادة المتفاعلة تكتفي تتفاعل مع الرياجنت بتاعها. تعالوا نشوف الكلام ده فوق اهو. بيقول لك انا لما جيت فعلت البنزين في وجود كلوريد حديد 3 في دراي بنزين سولفنت، اداك يا تولوين يا مجموعتين ميثايل يا تراي ميثايل بنزين. بيقول لك انت عارف ان الميثايل عنده اكتيفيتي عاليه والدراي بنزين، فلما تكون التولوين الميثايل قام هو بالتفاعل لانه ليه عنده سولفنت اكتيف اصلا. فايه الخلاصه؟ بيقول لك حط سولفنت يكون عنده ليس اكتيف من السوليوت، او في العموم حط سولفنت الفعاليه بتاعته قليله. فايه نفس الفكره بالظبط، ان هو لما جاب، بيقول لك ايه، لما جه فعل كلورو بنزين مع كلوريد الميثايل في وجود كلوريد حديد 3 ودراي بنزين، اداك نفس النواتج اللي انا شفتها فوق. وده ليه؟ لان دراي بنزين. طب قال لك هنا في الفكره دي لو عايز اوقف التفاعل، قال لك حط لي نيترو بنزين. هو مش النيترو مجموعه ال NO2 دي باي بوند NO2 على حالة البنزين بتوجه الموقع ميتا، فدي بتعمل الايه لحالة البنزين دي اكتف. فاذا النيترو بنزين عشان دي اكتف فهيخلي الكلورو بنزين يتفاعل مع الكلوريد ميثايل بس في التفاعل ده. يبقى الفكرة باختصار تحط لي سولفنت عنده الاكتف بتاعته قليلة علشان ما يحصلش بولي الكايليشن. اخر حتة في المحاضرة بتاعت النهاردة، حتة يعني سهلة جدا، ايه هي؟ بيقول لك عندك حالتين بنزين، حالة عليها OH، فلما اعمل نيتريشن يا ترى مجموعة النيترو تدخل هنا ولا تدخل هنا؟ فقلت لها خد قاعدة وريح دماغك. الجروب لما تيجي تدخل هتدخل على الحلقة اللي اكتيفيتي عندها اعلى. فهنا نبص، البنزين احنا عارفين ان هو اكتف صح؟ حصل. وعارفين ان الاو اتش بتوجه لقرص وبارة، فبتخلي حالة البنزين بتعلي الاكتيفيتي بتاعتها، فاذا الحلقة دي الاكتيف بتاعتها اعلى، فالنيتريشن مجموعة النيترو تدخل في الحلقة التانية. المثال اللي بعده، عندك حلقتين بنزين
حالة عليها NO2. انت عارف هنا بيقول لك لا، رمز الجي يعني اي جروب هتدخل. انت عارف ان NO2 بتقلل نشاط حالة البنزين، فدي اقل في النشاط في المجموعة هتدخل في حلقة البنزين الاولى، لان حالة البنزين التانية ال NO2 قللت النشاط بتاعها، فالجروب دخل في الاولى. هنا مثلا، هنا ممكن واحد يتخدع يقول لك والله الاو اتش بيعمل اكتف فالمفروض يدخل هنا، وهو نسي ان ده اصلا مش حالة بنزين اصلا. هي دي فين الدايرة بتاعت الرنين دي، مش حالة بنزين اصلا، فبالتالي الجروب مضطرة تدخل هنا. طب لو دي كانت حلقة بنزين فكانت الجروب هتدخل في الحلقة دي. آخر تفاعل، ودي حلو أوي التفاعل ده. عندي حلقتين بنزين، خدت قاعدة عشان أعرف مين بيعمل أكتف أو دي أكتف، ببص على الأتوم اللي ماسكة في حالة البنزين اتصال مباشر. الحلقة دي ماسك فيها كربون عامل رابطة باي، فإذا حالة البنزين دي أكتف. البنزين ماسك فيه نيتروجين، طب النيتروجين ده عنده لون بير، فيعمل حالة البنزين اكتيفيتي، فالجروب كده هتدخل فين؟ في الحلقة اللي عندها اكتيفيتي. وبكده دي نهاية المحاضرة، ودي يعتبر نهاية الأروماتية. حد يقول لي فاضل لي الهالو بنزين؟ يعتبر احنا الهالو بنزين اصلا خدناه في المخططات. المحاضرة اللي جاية هما غالبا هيكون مخطط او تفاعلات بسيطة، وافكار على الأروماتية كلها اجلتها بس عشان ميحصلش لخبطة. ودي اهم محاضرة في الأروماتية واكتر محاضرة اصلا ممكن تتسأل عليها في الامتحان، لان هي اساس مكملة معانا السنين اللي جاية في الأروماتية، فتتذكر كويس وتسمعها عادي مرة او اتنين او تسمعها على مرتين براحتك، بس المهم تكون فاهم كل كلمة وفاهم الافكار دي بتيجي ازاي، امتى ده بيوجه مين بيوجه اكبر. وكده خلاص يعني الحمد لله ربنا وفقنا، احنا خلصنا الأروماتية. المحاضرة اللي جاية هي أفكار وكم مخطط وخلاص، وكده الأروماتية بتاعتنا خلصت. فاضل لنا يبقى كده فاضل بس شابتر الألقايل. أشوف وشكم على ألف خير.